يا بكر. تعال يا حاج. السلام عليكم. الله وبركاته. مالك كيف؟ قوم يد على حيلك خطيني. تعال يا اوعي ده. امال تعال. مال يا اسال عليا يا اخي وعرفني غرت على فين يا اخي. طب رحت فين؟ اسال عليا يا اخي ما تبقاش معفن. ده مش عشرة دقيقتين يا اخي، ده عشرة عمر. طب مالك فيه ايه؟ اسال عليك، ما انت زي القرد انا بدي بتاع 3-4 ايام كنت معزوم على الفطار عندنا سايبه. عندنا سايب. ايوه ماشي. وجابوا العيال البرنامج بتاع رامز، الواد رامز جلال ده، الواد المساوك العلق ده. اي. المهم جايبين البنت اللي اسمها ياسمين عز دي، عم تقول ايه؟ عم تقول من حق المرأة او من حق الراجل لو روح البيت ومرته عم تتكلم تليفون تقفل التليفون وتنتبه له على طول. ده صح ده. ما انا عجبتني. تمام. المرأة فطرت معايا يا اخويا عند ابوها وروحت، وانا روحت بعدها، رحت مشوار ورحت. روحت في الليل كده لقيتها عم تكلم اختها في التليفون. عم اقول لها ايه؟ لما اخش البيت ترمي التليفون من ايدك زي ما قالت ياسمين عز. تمام. ورحت ضربها بالقلم. كده اللي حصل؟ ما في نفس اللي حاصل في رامز نيفر وان. لقيت الكراسي عم تتملخ واسعافات اسعافات، وتطلعني من تحت الكنبه تدخلني تحت السرير، ومن تحت السرير لتحت الكومودين، ولما خلتني عامل زي الفرفار. والحمد لله والشكر لله بعد 5 ايام فقت في المستشفى وقالوا دي ياسمين عز كانت جايه عايزه تصور معاك. يا راجل. والله. شفت يا راجل؟